السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده بقى ايه، هاخدكم معايا كده في بيت ابويا وهنخبز عيش وكده واوريكم العيش بتاعنا عامل ازاي. هنا جبت دقيق ونخلته، وبعدين نزلت عليه بشوية ملح وقلبت الدقيق الاول، وبعدين جبت مية سخنة مفيهاش اي حاجة خالص، مية بس، مية سخنة مش سخنة اوي، يعني دافية شوية كده. وببتدي انزل على الدقيق بتاعي بالمية واحدة واحدة كده بالتدريج لحد ما بوصل للي انا عايزاه. كده بقى بنزل واحدة واحدة لحد ما بوصل للي انا عايزاه. اما ببتدي بقى اجيب من الجنب ده شوية من الجنب ده شوية لحد ما ايه، ما بقلب الدقيق كله كده اهو زي ما انتوا شايفين اهو. بنزل المية كل ما بقلب شوية المية اللي بحطهم برجع اخد مية تاني، كل ما بيكون عايز مية بنزل عليه بشوية مية، وبفضل اقلب فيه كده لحد ما بتبقى عجينة ناعمة وطرية. هنا بقى كنت بفضي على خميرة، دي خميرة بس مش الخميرة الفورية بتاع السوبر ماركت، لأ، دي اسمها خميرة بيرة، بنشتريها من عندنا من هنا، وبدوبها في شوية مية ومعلقة سكر. معلقة سكر ليه؟ عشان بتسرع الخميرة، بتخلي العيش يخمر بسرعة اهو. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين كده، بفضل اقلب في العجينة لحد ما بتبقى عجينة ناعمة وطرية كده، وافضل اعجن فيه كده واغرز اهو زي ما انتوا شايفين العجينة بقت عاملة ازاي. هنا خلاص كنت خلصت، نضفت الطبق بتاعي كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين حطيت على الوش شوية مية. هنا بقى بعد العجين بتاعي ما خمر، رحت جايبة صواني ورشيت عليها ردة، وببتدي بقى ايه اقطع في العيش، اقرص كده، باخد بقى بقطع الحجم اللي انا عايزاه، وبعدين ببل ايدي التانية زيت، بيبقى ايد فيها عجين وايد فيها زيت، وببتدي بقى اسوي العيش بتاعي واروح حاطاه على الردة. بفضل اعمل كده لحد ما بخلص كل الكمية اللي معايا اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. كده كان شكل العجين بتاعنا بعد ما قرصناه، كنت قاعدة بتصور معاه. هنا بقى ده شكل العجينة، نسمي الله بقى ونحدف. هنا انا كنت حدفت صينية قبل دي، صينية تحتها ايه لسه ما شلتهاش، حدفت صينية، دي كانت التانية، دي اختي كانت بتساعدني اهو. بفضل اعمل كده لحد ما بخلص، بشيل من على الصينية احطه على المطرحة، وبريحه لحد ما بيملى المطرحة معايا، وبعدين بحدفه في الفرن. الحلة دي فيها مية بمسح بيها البلاطة بتاعة الفرن، عشان لو في ردة عليها ولا حاجة بتسود، بتخلي العيش شكله مش حلو من تحت، فايه اول باول كده واروح مسحاها اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. بريح العيش لحد ما بيملى المطرحة، وبعدين بحدفه في الفرن. هنا خلاص دي كانت اخر حاجة معانا. ده يوسف ابني كان جاي بيوكلني شيبسي، اداني واحدة، فبقول لا انا عايزة واحدة كبيرة، راح يجيب لي الكيس اهو، بيديني واحدة صغيرة برضه، بقوله لا انا قلتلك انا عايزة واحدة كبيرة. اداني واحدة ومشي اهو زي ما انتوا شايفين كده. قوليلي بقى ايه رأيكم في العيش بتاعي، بعرف اخبز ولا لا؟ هنا خلاص كنا قربنا نخلص. هنا بقى دول كانوا اخر حاجة معايا، كنا خلاص قربنا نخلص. ده سفيان ابني الكبير، يعني كان قاعد بيكلمكم يقولكم ازيكم عاملين ايه، اعملولنا لايك، متنسوش بقى تعملولنا لايك وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا على كلمة الكل، عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه، واعملوا لايك عشان خاطر سفيان، واعملوا لايك علشان خاطر يوسف.
وقولولي ايه رأيكم في العيش بقى بتاعي. اهو ده شكل العيش اهو. ايه رأيكم بقى؟ هنا اختي طلعت فوق، راحت قالت لي نطلع صور الزرع بتاع بابا عشان اوريهولهم. كان في طماطمية خضر كده لسه ما استوتش. كده خلاص بقى، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. انا كنت ده اخر حاجة بقى خلاص كده، وكنت خلاص خلصت. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. دي بقى خلية النحلة بتاعت اخويا واقفة على الشجرة بتاعت التوت. يلا اشوفكم على خير، باي.